والسلام عليكم، معكم زياد احمد اكس في فيديو جديد. هذا الفيديو ان شاء الله يكون واحد فيديو سبيسيال. غادي نوريكم الكوبله اللي خديت ديال لي زانسيبارابل من عند خويا عصام. وكنبغي نقدم الشكر ديالي بزاف لعمي نور الدين. شكرا لك بزاف عمي نور الدين، حيت هو اللي عطاني باش خديت هاد الكوبله هادي ديال لي زانسيبارابل. وغادي نوريكم نهار الحد فاش غادي نهبط ناخذ لها القفيص ديالها الاعشاش اللي خاصني، وناخذ داكشي اللي خاصني. المهم نهبط للسوق نولعكم الخوت معايا. المهم الخوت، هذا الفيديو ان شاء الله نتكلموا على المشاكل ديال التربيه الجماعيه في المسرح اولا في الاقفاص. المهم الخوت، المشاكل ديال التربيه الجماعيه او التربيه في المسرح، هي الا تقاص لك طائر واحد بالمرض كيعادي لك الفراخ كاملين. وكيخصك اول حاجه هي يكون عندكم لي تريتمون، ادويه والكالسيوم، الفيتامينات اللي يحتاجهم الطيور. حيت الا درتي طيور في المسرح ضروري من الفيتامينات والمحفزات وبزاف د الحوايج. وانا نوريكم اليوم فاش فقت في الصباح شنو هو المشكل اللي لقيت عندي في المسرح. نتوما الخوت، في الصباح فقت نطرم الماكله، باني مسكين مات في الوكاله، الله يرحمه. شتو الخوت، هادو هما المشاكل. هما كتنوض كتلقى الفريخات ميتين. المهم انا اول مره غلقى عندي فرخ مات. هاد الفرخ شنو كان وقع له؟ كانوا دابزو، وواحد الطائر عضو قطع له صبع ديال رجلو، وهو يبدا ينزف بزاف من الدم. دوز واحد السيمانه هو يموت. ما عندنا ما نديرو الخوت. كتب له يموت، هذاك الاجل ديالو. والخوت دابا غنوريكم الكوبل اللي خديت من عند الاخ عصام. كوبل في المستوى ديال زانسيبارابل، خدامين 100%. وتحياتي لخويا الياس، صاحب قناه عاشق الطيور. تحياتي لك خويا الياس. وراه هو اللي كيتعاون معايا الخوت في الفراخ. كنمشي للسوق كيتعامل معايا، كياخذ لي فراخات بثمن زوين، والله يسهل عليه حتى هو في داكشي اللي كيدير الخوت. المهم الخوت، ما نطولش عليكم بزاف، خليكم مع الكوبل ونوريكم حتى الفريخات اللي عندي دابا. خليكم مع الفيديو. المهم الخوت، هذه الكوبله اللي خديت من عند الاخ عصام. كوبله ديال النتيوه، كنتوقع اوبالين والذكير الزرق. المهم نتوما كيف ما كتشوفوا راكم تكونوا عارفين في الانواع الفيشر. خصهم يتحركوا. ها هو الذكر وديك الانثى الخوت. المهم دايرين في هاد الاقفاص هادو اللي عندي. هاد الاقفاص عندي منهم شي 4. هذا راه عنده البلاطو ديالو، حيدتو البارح قديتو حيت كان طاح ليا تهرس. ونوريكم ريكو راني ما جبدتوش اليوم حتى البلاتي، ونجبدو لعب معاه ونصور لكم. بالنسبه لريكو الخوت، ها هو دابا نجبدو نوريه لكم، ونوريكم حتى الفريخات ديال الكالوبسيت. هما نوريكم الكوبله اللي عندي الخوت. هاد الكوبله الكالوبسيت، النتوه هي اللوتينو، وهذا الذكير. هذاك في بيضوا لي التبيضه الاولى. 6 البيضات تبارك الله، ولكن خرجوا كاملين الخوت خاويين. وما عندي ما ندير، حيدتهم لهم. ودابا كنتسنى الانتاج ديالهم الثاني ونصوروا معاكم ونشارك معاكم الخوت. بالنسبه للبيروش عندي هادو. هادي كتاكل في المأكله ديال الخوت، كنحط لهم الميلونج الكالوبسيت كياكلوا. عندي هاد الزوجه ديال الهوغو. هاي هذا وهذا زوجة الهوغو. هادوك زوجة. ماما الخوت دابا الفراخ، حيت دابا الصباح بكري كيكونوا مازال ما فايقينش مزيان، وما نعرف ما مولفين كيصبحوا كيغردوا. دابا هادي هي اللي خصني نطريطيها. دابا خصني نحيدها. الذكر ديالها هو اللي مات الخوت. دابا حتى خصني نطريطيها نحيدها من حداهم. راه كتبان ليا بحال ضربها البرد ولا ما نعرف الخوت. بالنسبه للوليدات ديال الدريساج كاينين هنايا
فريخات ديال لي كالوبسيت اللي باغي الطيران الحر، زعما تطلق الطائر ديالك وتعيط له يجي عندك. ها هما الفريخات الخوت مدرسين على الطيران الحر. تنخلي لكم شي فيديو ونوريكم فاش كنت كنعيط له ويجي عندي سكاي. المهم الخوت هنا كنت كنخدم معاه الطيران الحر، كنعلمو نعيط له ويجي عندي. فريخ ذكي تبارك الله. هانتوما شوفوا الخوت كيف كنخدم معاه، كنبدا نصفر له وهو كيجي عندي راسو. بالنسبه للفريخات هما هادو الخوت راه مازالين تياكلوا بالسيران، راه عاد عطيتهم الماكله. المهم الخوت دابا راني فيقتهم داكشي بداو كيغوتوا الخوت. المهم الخوت كنتمنى تعطوني شي اقتراحات فين ندير شنو نزيد في هاد القفص هذا. نزيد فيه الفريخات ديال البيروش، الا بغيتوني ندير معاهم الزبره تا هو راه يمكن لي يعيش معاهم تا هو نزيد الزبره. نتمنى تكونوا كتسمعوني. دابا راه الفريخات بداو يغردوا الخوت، بداو كيغردوا. المهم نتمنى تعطوني شي اقتراحات فين ندير شنو نزيد في هذا القفص هذا الكبير. عندي اقفاص بحال هذا الشكل هذا بزاف. هذا القفص هذا داير فيه هاد الكوبل ديال ليزانس. بيد ما نجيب لهم السيباراسيون ديالهم راه ناخذها لهم نهار الحد فاش نديرهم فيها باش يتزاوجوا، وندير لكم حتى الفيديو ديال التزاوج كيفاش. الماكله الخوت وليت دايره هنايا. بيد ما ناخذ شي طاسه كبيره فين نبقى ندير لهم الماكله ونحطها فيها. راه يصلحوا حتى ديك الطاسه ديال البروتين ديال صحاب لاصال تا هما شي وحده تكون خاويه ونديرها فيهم الخوت. المهم الخوت هذه هي الكوبله ديال ليزانس اللي قلت لكم في المينياتور. خديتها من عند الاخ عصام، نتوما هي ديك الكحله والذكر هو هذا. المهم ان شاء الله دابا نوريكم كيفاش توجدوا الطيور ديالكم الانتاج ديال الفيشر وديال الرز من بالنسبه لي زانسيبارابل. المهم الخوت نتمنى تكونوا سمعتوني. الفريخات كانوا كيغوتوا بزاف، نتمنى تكونوا سمعتوني. داروا لي الضجيج الخوت. المهم كان هذيك هو الكوب اللي خديت. خليكم مع الفيديو الجاي اللي غادي نوريكم فيه الاقفاص الاعشاش اللي غناخذ، داكشي كامل اللي غنحتاج. وما تنساوش ديروا لايك، تشتركوا في القناه وتبارطاجيو الخوت مع اصحابكم، يديروا لنا لايك. ونتلاقاو في الفيديو الجاي. تهلاو الخوت.